قول عن شوية تفاصيل في حياتنا وازاي نفكر فيها على قلبي وقلبكم بطريقة سلسة. ازاي نعرف يعني ايه منصة تعليمية. اهلا بيكم في برنامج لقاء جديد. برنامجنا بيتكلم عن شوية تفاصيل في حياتنا وازاي نفكر فيها. عن خوفنا من اتخاذ قرارات مهمة جدا في حياتنا، وخلينا ناخد اول سبب ونقول ايه هو السبب اللي احنا كلنا بنخاف منه او بنخاف ان احنا ناخد خطوة ونرجع لورا تاني. هو التفكير في الماضي والتفكير في الفشل اللي حصل مني قبل كده. يعني هنيجي للتجارب الشخصية وان انا دايما افضل افكر ان انا فشلت قبل كده. دي اكتر حاجة بتخوفني من التفكير في النجاح والتفكير في المستقبل. وبرضه في حتة ان هي التفكير في المجهول، بمعنى ان انا افضل اقول لنفسي يا ترى ده هيحصل ازاي، ولو حصل هفشل ولا هنجح، والناس هتقول عليا ايه. ده من اصعب التأثيرات اللي انت بتفكر فيها، التأثير السلبي عليك من الناس. وده التفكير في المجهول، ان انا بحط حاجة في دماغي وافضل معتقد ان ده هيحصل. يعني مثلا مثال، انا دلوقتي لو انا ماشي حاطه في طريقي صح، اقول دلوقتي ان انا مثلا ايا كان صديق من اصدقائي او جار او قريب، فكره ان انا شرحت عليه موضوع ان انا اسافر او اشتغل او اعمل فكره او ايا كان حوار اتكلمت عليه او اتكلمت معاه في الموضوع دوت، هو ممكن الشخص ده يرد عليا يقول لي ايه، يعني بقول لك ايه، هو انا هسافر بره اعمل ايه؟ ما ياما كلنا سافرنا بره قبل كده. ايه اللي حصل؟ مفيش جديد حصل. ده من ضمن المخاوف اللي انا اثرت عليا من التفكير المجهول او من التاثير الخارجي. هنيجي تاني هفتح مشروع هنا واتكلم واقول له ايه، انا هفتح مشروع وبشير عليه الحوار، يجي يقول لي لا والله ده انا عملت المشروع ده قبل كده. من هنا يبقى فكره حتى لو انت ماشي في طريق النجاح، التاثير الخارجي ده بيأثر فيك. ودي من النقط ان انت لازم تعمل لها فول ستوب وترجع تفكر تاني. ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يديك قراراتك ان هي تأثر عليك. عايزه اقول لك ان اوعى تفكر في يوم من الايام انك تحط حاجه في دماغك ان كل حاجه في حياتي ان انا بعملها لازم تبقى سهله عشان اعدي. لا، ما ينفعش ان انا افكر في التفكير ده. مفيش حاجه سهله. ان انا مش قصدي اقول لك ان انا احبطك واقول لك ان مش كل حاجه سهله معناها ان انا كده، لا، هنا بوقفك عن اللي انت بتعمله. لا، انا لازم افكر في كل حاجه ان هي صعبه عشان اقدر اتصور التفكير الابتكاري. ان انا لما احط الصعب في دماغي انا كده هبقى فاهم ايه اللي حواليا وايه الخطوات اللي انا اخدها. يعني اول خطوه في حياتي لازم افكر فيها ان انا اخدها في طريق حياتي للنجاح او في طريق حياتي للامام، هي حسن ظني بالله، وان هو ده هو اللي هيحركني للامام. لازم تقول لنفسك انك تعب، ولازم اتعب تاني وتالت ورابع عشان اوصل. ومن هنا لو جات